هاد الحلوى اللي ناس بزاف فطموا ولادهم بها، حلوة زمان اللي كامل تربينا بها ونحبوها ونموتوا عليها، بنينة وذوب في الفم. على بالي باللي عرفتوها، ولكن راهي بحلة عصرية وتزيين متنوع. نشوفوا طريقة التحضير مع بعض. السلام عليكم. هنا عندنا كاس تاع فرينة، عندنا كاس تاع بودرة الحليب، وعندنا كاس تاع سكر غلاس، وكاس تاع مارغرين دايبة، وعندنا لافاني، وعندنا قرصة تاع ملح. وهنا للتزيين عندنا قفريط شوكو، قفريط فاني، وعندنا كاوكاو محمص ومرحي، وعندنا نوات كوكو، وعندنا حلوة الفرميسال بذوق الشوكولا. يعني التزيين هنا يولي لكم، يعني انا درت واش عندي. نحطو هنا في مقله الفرينه ديالنا، ونقعدو نحمصوا عليها على نار قليله، نحمصوها غير بالعقل كيما راكم تشوفوا هنايا. التحمص هنايا راح يكون غير بالعقل، روحوا معها غير بالعقل، باسكو الفرينه ليه تتحمص كي تشوفوها يعني ولات لا كولور تاعها يعني بنيه من التحت. رفدوا المقله تاعكم وحركوها المقله وهي بعيده على النار بهذه الطريقه. عاودوا حطوا المقله تاعكم باش ما تغلبكمش الفرينه وتتحرق معاكم. فوالا. ونزيدو ثاني نحطوا ثاني بودره الحليب، يعني بنفس الطريقه. وشنو بودره الحليب؟ يعني التحمص تاعها شويه ديليكا على الفرينه باسكو خفيفه. روحوا معها غير بالعقل بهذه الطريقه. ترفدوا المقله اشاك فوا، رفدوها عاودوا حطوها باش ما تغلبكمش النار وتحرق لكم الطحينه ديالكم. فوالا. شوفوا لا كولور كيفاش كانت من قبل وكيفاش ولات من بعد، يعني هذا هو اللون اللي نسحقوه. ما تحمصوهاش بزاف باش ما تجيش الحلوه مره. نخلطوا هنا المكونات، المواد الجافه هنا. نضيفوا لو سكر غلاس، لافاني، والقرصه تاع الملح، ونغربلوا جميع المكونات كما راكم تشوفوا هنا. هنا من الافضل هنا السكر ناعم، نقصوا ان دوا ولا دو دوا. انا حسيتها شويه جاتني حلوه، وانتم كل واحد كيف كاين يحب حاجه حلوه بزاف، كاين اللي يحبها شويه ناقصه حلاوه. هنا ضفت المارغرين تاعي الذايبه، وهنايا تضيفوا غير بشويه وتشوفوا المكون تاعكم كيفاش راح يتشكل. يعني الكره الا شتوها تلموها وتحلوا يدكم تتفتت، معناتها خصها شويه ليدام. انا هنايا كانت خصتني شويه، زدت لها يعني واحد المغرف كبيره تاع لا مارغرين. اقعدوا تلموا هكايا غير بالعقل بالعقل، راهي تتلم غير بشويه، يعني ما تقلقوش معاها. واشاك فوا فيريفيو هكا، يعني ديروا خدموا هكا كريه صغيره وفيريفيو الا تلمت معاكم ولا لا. يعني غير تتلم خلاص، يعني حبسوا. هي اصلا هي تجي مرمله هاد الحلوه، يعني تجي طريه و ميم طون مرمله. كيما راكم تشوفوا هنا راني زدت ملعقه كبيره تاع لا مارغرين، يعني شفتها باللي مازال ما تلمتش معايا. هنا دوك نسيي حبه، هنايا نسيي ندير كريه صغيره هنا سي بون. ومن بعد نروح لمرحله الميزان، نوزنهم باش يجوني على حبه. هذه يعني كيما تحبوا توزنوا، تحبوا ما توزنوا. وزنت للحبه 25 غرام، والحلوه هذه خرجت لي 21 حبه. هنا بعد ما شكلتهم كامل كريات، دوكا نبداو التزيين. هنا جبت صوص شوكولا، والوصفه تاع صوص الشوكولا تلقاوها في صفحتي في حلوه الساندو، يعني كاين طريقه كيفاش تحضروها. ولا تقدروا تجيبوا شوكولا تذوبوها يعني في حمام مائي، وتزيدوا لها الحليب غير بشويه، تجروها غير بشويه تاع الحليب تجي شويه سائله معكم وتخدموها. فوالا. هنا راني بديت نرمد، حطيت المكون تاع الترماد. هنا حطيت قفريت تاع فاني، يعني راني هنا شكلت شويه، نوعت. نتوما ديروا اي مكون ترمدوه به كما حبيتوا. مام تقدروا ترمدوها غير بالشوكولا وحدها تاني تجي شابه. يعني هذه طريقه التحضير تاعها تتشبه للبنيون. فوالا. تحبوا ديروا لها كلاصاج او شوكولا وحده، ديروا لها كلاصاج او شوكولا وحده. وهاد الحلوه يعني ما ديرولهاش مكسرات لداخل، يعني من الاحسن خلوها
الوصفة أصلية، يعني خلوها من الداخل على الأصل تاعها كيما كانت زمان. وشنو التزيين يعود ليكم، يعني زينوا كيما حبيتوا، اما لداخل الوصفه خلوها كيما راهي، يعني الا زدتوا لها المكسرات حتولي بنيون. هنا شوفوا اني شكلت ونوعت، يعني صدقوني بنينه بزاف بزاف، وسورتو الدراري صغار يحبوها يموتوا عليها. هنا جات يعني مام راقيه هكا شكلا، جات راقيه، يعني هذه ديروها في بوكسيتو، مام تدوها ضياف ولا تحطوها يعني تحمر الوجه، تحطوها مع اتاي، تحطوها مع مشروبات، يعني بنينه. يعني شوفوا كيفاش جا الشكل، جا بزاف شكل راقي وجميل، ويعني حله عصريه مي الوصفه قديمه. فوالا هذه هي كما راكم تشوفوا هنا. دوك نحلو وحده تشوفوها، نقسموها وتشوفوا كيفاش جات، يعني جات فريمون طريه بزاف، دير لها هكا تتقسم، و ميم طون اني نقول لكم جات طريه بصح جات مرمله ما تتفتتش، يعني حتى نتيا بيدك كي تقسميها بيدك هكا باش تواسى معك. واذا حبيتوا تحتفظوا بها حطوها في علبه ودخلوها داخل الثلاجه، كي تزيد تدخل للثلاجه وتبرد الثلاجه حتزيد تولي تزيد بنه على بنه. وهنايا نكونوا لحقنا لنهايه الوصفه. ما عليا غير نقول لكم جربوها وانتظروني في وصفه جديده ان شاء الله. استمتع برائحة الورد، رائحة العطورات، حتى كوب القهوة اللي تشربه، نسمة الهواء، الهدوء، كل التفاصيل الصغيرة اللي من حولك لو أعطيتها قيمة راح تعكس عليك بالهدوء والراحة والاستقرار النفسي.